السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل معاكم القرص اللي هي المنين. كيلو دقيق، عليه معلقه خميره، عليه 3 معالق سمسم، عليه كيسين فانيليا، عليه معلقتين نشا. ونقلب المكونات الجافه كلها مع بعضها، وعليه معلقتين سكر، بس السكر خشن شويه فهدوبه في اللبن سخن. منين باللبن السخن مش مغلي ده، يعني بعد مغليته بردت شويه، ايدك تجسيه كده تستحمليه. ودي كوبايه سمنه على زبده، كوبايه بالكوبايه المعياريه على كيلو دقيق. وبتبس الدقيق بالسمنه، بس زي ما نكون بنعمل الكحك كده لحد ما الدقيق يشرب كل السمنه من معاكي. بتبسيها بس على ايديك، تفضل تبسي فيها لحد ما كل الدقيق يشرب السمنه، والسمنه ما يبقاش لها وجود. وصفه سهله وبسيطه، واللي وصل معانا لحد كده يعمل لايك وشير، واللي ما اشتركش معانا يشترك. اشتراككم بيسعدنا ويشكرنا ويشرفنا. وانا صباح، ودي قناتي. بتبسي على ايديكي كده، بس كده. لو عندك عجان اعجني في العجان، مفيش مشكله، بس هي الموضوع يعني سهل وبسيط. بعد كده بحط اللبن تدريجيا، كوبايه لبن هي هياخد كوبايه ونص، بس الدقيق من نوع دقيق لنوع دقيق بيختلف. ممكن ياخد كوبايه ونص، ممكن ما ياخدهاش، ممكن ياخد اكتر. انا بكب اول كوبايه ونص، الكوبايه التاني بحطه تدريجا، يعني لما بحتاج بحط. وانا دوبت كوبايه معلقتين السكر في كوبايه اللبن الاولانيه، عشان ابقى استفدت بيه السكر كله. ده نص الكوبايه التاني، انا باخده بالحب حب بالتدريج. تعجني فيها لحد ما تحس ان هي بقت عجينه لا سلسه في ايدك ولينه من غير ما تلزق. وصفه سهله وبسيطه، وتنفع في كوبايه الشاي مع الشاي الصبح، العصريه مع كوبايه الشاي. الاولاد في الوقت في اجازات. اهي بقى كده برضو ايه، يعني هي خدت معايا كوبايه ونص. كيلو دي خد معايا كوبايه ونص، والدي بيختلف من نوع لنوع. عشان كده بقول لك تحط الكوبايه الاولانيه ماشي، والتانية تاخديها حبه حبه، النص اللي فاضل، لحد ما تتماسك معاك العجينه كلها، وتبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. انا عجنت في الصينيه بس عشان اعرف ابسها، والصينيه واسعه عليا، ويعني احسن من الطبق. هي كده مش محتاجه حاجه، بتريحيها 10 دقايق. حطها في طبق ونريحها 10 دقايق. انا نقلتها في طبق اهي، وبرضه اخد منها حته هفردها واخط التانية عشان ما تنشفش مني. تعمليها رول، وبعد كده بتبططيها بصوابعك. لو عايزه تحشيها عجوه احشيها، انا عملتها ساده. عملتها لو بتروليها كده من جوه على بره، وبتبططيها في ايديك كده ال- المساحه اللي انت عايزاها او العمق اللي انت عايزاه. نشيل الاطراف بس كده بالقطاع عشان تبقى بس مش سويه. والتخن والسمك برضو انت اللي انت عايزاه. انا عملتها يعني عرض صباعين كده، بس لقيتها عريضة قللتها شوية. مش سيبها في الصواني برضو 10 دقايق، صينية من غير ما تهونة، يعني ما تتهنهاش، لان هي اساسا العجينة مش ما بتلزقش وفيها سمنة كتير، فمش هتلزق. حطهم مسافات، يعني في سيب مسافة بين الواحدة والواحدة كده، عشان برضو ايه تبقى واخدة راحتها في السوا. ودي النتيجة النهائية. طلعتهم كده من الفرن اهو، ورصيتهم في الاطباق اهو قدام. دي الكميه اللي طلعت من كيلو دقيق. وهنعمل معاكم كوبايه شاي كمان اهو. عايزه شاي باللبن اعملي شاي باللبن، عايزه شاي ساده اعملي شاي ساده. بالهنا والشفا، صحتين على